بيقول لها إن دي سلمى وإن هي الوحيدة اللي هتحقق أمنيتِك، قصده هنا إن أمه عايزة تجوّزه، فهو قال لها إن أنا ممكن أتجوّزها، ومش مصدّقة إن موسى اتعرّف على سلمى، وبتقول له أنا داخلة أجهّز الأكل، فسلمى بتقول لموسى أنا هاخش أساعدها، فشكلها اتضايقت. فهي بتخش ليها، فدخلت ليها الدكتورة عايدة بتقول لها انسي اللي بتفكري فيه، سلمى بترد عليها وتقول لها الحب مش بإيدي، أنا حبيته أول ما شفته، وتقول لها إنها شافته تحت العيادة عندك أيام ما كان بيوصلك، وعرفت عنه كل حاجة وراحت له النادي وراحت له التمرين أكتر من مرة عشان تلفت انتباهه، وشدته ناحيتها وخدت رقمه وبدأت بينهم علاقة وسافروا سوا مع بعض، وبتقول ليها إنهم حبوا بعض في السفر، بتقول ليها أنا كنت بفكر أصاحبه علشان أستخدمه ضمان إنك ما تروحيش تبلغي عني، وبتهددها وبتسيبها وتمشي. عايزة تتخانق مع ابنها وتقول له مالكش علاقة بيها تاني، أنت ما تعرفش حاجة، أنت ما تعرفش البنت دي بتفكر إزاي، إحنا ما نعرفهاش، دي كانت واحدة متجوزة قبل كده وجوزها مات وما رضتش إنها تقول حقيقتها دلوقتي إن هي قتلت جوزها وجوزها ما ماتش طبيعي، بتتضايق منه وبتسيبه وتمشي. فسلمى بتقابل موسى في الكافيه وبتلاقي فجأة داخل عليهم وليد اللي كانت اتعرفت عليه عن طريق صاحبتها دينا، فموسى بيتضايق جدا بسبب اللي حصل وباين كده إنه بدأ يغير عليها، وشكلها كده بدأت تجر رجله ووقعته في حبها وهتستخدمه إنها تقدر تعمل أي حاجة وتضغط على أمه عايدة علشان ما تروحش تبلغ عنها. فبيروح البيت بيلاقي امه عامله له كمين جايبه له كنزي انها هتجوزها له وينسى سلمى خالص، بيقول لهم انا هخش البس وجاي، فدخل فتح الجهاز ولعب بلاي ستيشن وكرف لهم خالص، فبيكلم سلمى يحكي لها اللي حصل ويقول لها ان في بنت اسمها كنزي امي عايزه اتجوزها لي بالعافيه، فسلمى بتكشر شويه كده وبتتضايق وبتقول له اسمها ايه البنت دي، فموسى بيفكر انها بتغير عليه بس ما يعرفش اللي فيها، فدخلت على الاكونت بتاعه وطلعت اسم كنزي منها وعرفت هي بتتمرن فين وعرفت اسم الجيم اللي هي بتروحه، فتاني يوم على طول راحت هناك وبتصورها وبتعاين المكان كله وتعرف تفاصيل كل حته هناك، وبتراقب كنزي خطوه بخطوه وهي بتتمرن وبتهيأ لها اللحظه ان موسى هو اللي بيدربها وبيضحكوا لبعض، فبتتضايق اكتر وبتتعصب اكتر وبتراقبها خطوة بخطوة وبتمشي وراها في كل حتة علشان تعرف هي بتروح فين وبتيجي منين. فرجعت البيت تاني ودخلت الأوضة بتاعتها وبتطلع صندوق غريب وتعمل تركيبة عبارة عن مية نار لأن هي دكتورة صيدلانية وعارفة كل التفاصيل دي. ترجع تاني الجيم تستناها وتخش الحمام اللي جنبها وتطلع فوق وترمي عليها المحلول بتاع مية النار اللي هي عملته وتمشي من المكان.